السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة اليوم ال16 وهنتكلم فيه عن دائما ستبقى أقوى رابط في حياتك هو الذي بينك وبين أهلك. هنتكلم عن العائلة. عايزة أقول لكم وأنا بحضر للموضوع دوت بالصدفة أنا كنت موجودة اليوم ده في البحر، قعدت أتأمل الناس والعائلات، فقلت ليه مربطش ما بين موضوع العائلة بالبحر، لأن اليوم دوت كان بيبقى مقدس أيام زمان، خصوصا في طفولتي. اليوم ده كان بيبقى مقدس عند العيلة كلها، أهل الأب وأهل الأم كلنا بنتجمع، كل واحد بيجيب أحسن أكل عنده، ننزل المية نقعد اليوم كله في المية ونرجع نلبس البشكير ونبقى سقعانين، وبعد كده نغير هدومنا ونبدأ بقى ناكل. طبعا كلنا فاكرين المكرونة أم رملي ديت برضه كانت بتبقى حلوة وليها طعم مختلف تماما عن اللي بناكلها في البيت. ويبقى يوم البحر ده بيبقى يوم عالمي حرفيا. وطبعا بقى الأمهات اللي هي مامتي كانت من ضمنهم اللي دايما تقعد على الشط تزعق تعالوا هنا ما تروحوش هناك، فكل واحد بيبقى ليه ذكريات في اليوم ده. لو اي حد عنده ذكريات يا ريت يشاركها تحت في الكومنتات، هكون مبسوطة جدا. نرجع بقى لموضوعنا. من اهم النعم اللي ربنا انعم عليها بينا العيلة، واكيد اجى في بالي وانا بتكلم في الموضوع دوت اهل غزة، فياريت كلنا ندعي لهم بان ربنا يصبرهم وينصرهم. عشان نقدر نحافظ على العيلة ديت محتاجين نقوي الروابط ما بيننا. اول حاجة رابط الدين، تاني حاجة رابط المحبة والود. دول من اهم الروابط المهمة جدا في اي عيلة. زي فاكرين ايام زمان لما كنا كلنا بنتجمع في بيت العيلة ونبدأ ناكل ونضحك ويبقى في ألعاب، الحاجات دي كلها كانت داعمة للروابط. من ناحية الرابط الديني فإحنا كنا بنصل الرحم، والرابط التاني اللي هو رابط الود والمحبة، إننا كنا كلنا متسامحين متحابين، بنعمل ذكريات كتير مع العيلة. تحسوا كده إن الحلقة دي كلها ذكريات الطفولة. طبعا اللي من الجيل التسعينات الجميل يا ريت يكتب لي تحت في الكومنتات ويكتب لي عن ذكرياته مع عيلته في يوم البحر ويوم تجميع العيلة. الآباء محتاجين إن هم يعرفوا قيمة أولادهم وإن هم أحسن أولاد أيا كان هم بيعملوا إيه من أخطاء، وما يقارنوش بينهم وبين أولاد ناس تانيين، لأن هيبقى المقارنة ظالمة جدا. لأن ابنك بياخد من صفاتك، فعايزه إزاي يكون زي ابن فلان ابن علان. هو هياخد منك أنت، والحاجة التانية اللي هياخدها تربيتك أنت، مدى المجهود اللي أنت حطيته فيه من قيم وأخلاق، وإنك تقعد معاه وتسمعه وتتكلمه وتحسسه أنت إيه إن هو مهم. الحاجات دي كلها هتخليه إن هو يطلع إنسان سوي. احنا دلوقتي مش عايزين نطلع ناس ناجحين ومعاهم فلوس كتير، احنا دلوقتي عايزين نطلع ناس أسوياء، ناس عارفين قيمة نفسهم وقيمة اللي حواليهم، عشان يقدروا يحافظوا على أي مال أو أي نجاح يجيلهم. بس كده، أتمنى تكونوا استمتعتم بالحلقة النهاردة، ورجعنا تاني للذكريات أيام البحر. طبعا ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده، وتشترك في القناة بتاعتي، وتفعل جرس التنبيه عشان اي حاجة انا بنزلها توصل. ده غير كمان انك ممكن عاملة فيديوهات كتير جدا عن عادات وتقاليد وتاريخ واكلات وتاريخها. القناة بتاعتي اظن ان هي هتبقى ممتعة لاي حد. شكرا جدا ليكم، مع السلامة.